يعني قصة عجيبة. يقول مات أحد الأثرياء والوريث بحثوا عن الوارث، وجدوا اثنين أبناء أخوه، اثنين هم اللي يرثون هذا المال. يقول فقسمنا المال بينهم، طلع إذا ما خلتني الذاكرة تقريبا 51 مليون كل واحد، وتفاريق يعني التفاريق حوالي 700 حول 51 مليون لكل واحد. فالآن القاضي عندما قسم، الآن يريد أن يقسم خلاص، سأل بحث هل فيه وصية، هل بنى، هل كذا، وجد أن الرجل سبحان الله ما وفق أن يقدم لنفسه شيء. سبحان الله. يا الله. القاضي طبعا رحيم وحب أنه يعني يقدم لهذا الرجل الذي ما قدم وكذا، يحاول أنه، فقال لهم وسع الله عليكم ب 51 مليون وتفاريق لكل واحد، وش رأيكم تخليها 50 لك و50 له، والتفاريق هذه اصدقها عن نيته، والله ما شفنا قدم شيء. يقول تفاجأت برد واحد منهم، قال والله ما يذوق منها ريال. تقول لا إله، قال والله ريال واحد ما ياخذ. ليه؟ قال والله يمكن قبل 3 شهور جيتها انا واخوي ذا. ايوه. هو طبعا ساكن في مدينه اظن الرياض او كذا، المهم مدينه هم في قريه. ايوه. يقول جيناه طلبناه يا الله دخلنا عليه المؤسسه حقته الاداره، يا الله دخلنا عليه، يقول استقبلنا استقبال شين وتعالي منهمك في الدنيا هذه سبحان الله، يجمع. يقول طلبناه ان يشتري لنا تاكسي اجره يشتريها كاش وحنا نسدد، قلنا لو اخذناها من الشركات وكذا يحسبون علينا زياده وكذا. يقول ردنا رد عنيف، والله ما اخذنا منه ريال. لا حول. ردنا رد عنيف، قال انا كنت عليكم انتم كذا، وانتم يعني انا ما جبتها الا تعب وشقى، وانتم تبغونها برد مبرد. يقول كسرها في انفسنا وخرجنا 3 شهور حولها، واليوم والله ما ياخذ ريال منها. يقول القاضي انا صراحه حزنت واستصبت، حاول ترققهم. واحد يقول منهم لان، وقال انا ال50 لي والتفاريق هذه اعطيها يعني مسجد له ولا وقف ولا كذا. الثاني يقول ابى.